بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم بارك للعروسين. عروسة النهاردة مش أي عروسة، ده حتة من قلبي، كل الجمال والكياتة والعسل والقمر في عروستنا. ربنا يحميها ويسعدها وتعيش مع عريسها في تبات ونبات، ويخلفوا صبيان وبنات، ويزيد ما بينهم الحب والرحمة والألفة والمودة العمر كله، اللهم آمين. أما أم العروسة فبقول لها من كل قلبي مليون مبروك يا حبيبتي، ربنا يسعد بنتنا الجميلة ودايما تسمعي عنها كل الخير، وتشيلي عيالها وعيال عيالها إن شاء الله. أما بقى لو هتكلم عن عشا العروسة فهو مش أي عشا يا جماعة، ده فندق 7 نجوم. هشارك معاكم النهاردة عشا العروسة وكمان عشا أم العريس. يا ريت تقولوا لي في الكومنتات في بلدكم بتعملوا إيه عشا عروسة وكمان إيه عشا لأم العريس، وإيه رأيكم في فيديو النهاردة. ولو أول مرة بتشوفوني أنا رنا، ودي قناتي منوعات رنا رضا. لو لسه مش مشتركين في القناة يا ريت نشترك وكمان نعمل لايك للفيديو ونصلي على سيدنا محمد في الكومنتات، وتقولوا لي كمان بتتابعوني من أي بلد. ويلا حالا نبدأ في عشا عروستنا الجميلة القمر، ربنا يسعدها يا رب. أول حاجة بعملها هي التتبيلة، وهنعرف هي تتبيلة ايه. بعمل بصل مبشور وكمان طماطم مبشورة، بنزل عليهم بنص كوباية من الخل، فلفل اسود نص معلقة صغيرة خالص مشكلة من التوابل، وبضيف عليها كمان سنة صغيرة من الملح. بقلب كل الكلام ده مع بعضه كويس. فزي ما شفتوا كده او زي ما عرفتوا هي تتبيلة الرومي وكمان تتبيلة الحمام. دايما بحب اعمل التتبيلة دي للطيور، حتى لو بط بتكون نفس التتبيلة. هنا هنتبل مع بعض ديكين رومي و12 حمامة. هشارك معاكم يعني جزئية بسيطة كده، مش هتبل كل الكمية قدامكم عشان انجز بس او اختصر في وقت الفيديو ما يكونش اطول من كده. التتبيله دي يا جماعه بتدي يعني اللحم بتاع الحمام او الرومي بتديله طعم جميل وكمان بتخليه يستوي بسرعه. بعد ما تبلت الكميه كلها ما شاء الله اللهم بارك، الدكين الرومي و12 الحمامه، قسمتهم طبعا على صينيتين عشان اعرف ادخلهم التلاجة، لان انا بتبلهم من بالليل وبصبح الصبح اشتغل فيهم، فلازم واساسي ان هم يدخلوا التلاجة. فحطيت كده في كل صينيه ديك رومي و6 حمامات، هدخلهم بقى التلاجة. ده كان تاني يوم الصبح. اللحمة المفرومة اللي انا هعملها الحشو الحمام وكمان حشو الرومي، للأسف كانت لسه متجمدة ما فكتش. ام العروسة حبيبتي ربنا يخليها طلعت اللحمة من الفريزر بس حطيتها في التلاجة من تحت، كانت برودة التلاجة عالية ففضلت متجمدة زي ما هي، لكن انا اتعاملت مع الموقف. حطيتها كده طبعا في زيت وزبدة بتاعت الحشو الرومي، وهديت النار خالص عليها وبدأت اشتغل في اللحمة المفرومة بتاعة المكرونة. معلقتين زيت كده ومعلقة زبدة، ونزلت باللحمة المفرومة بتاعة المكرونة البشاميل، وطبعا كانت متجمدة هي رخرة. بتابعهم الاتنين مع بعض لان تقريبا طريقة العمل هي يعني مشابهة قوي لبعضها. بعد ما اللحمة كده فكت وشوحتها تشويحة مظبوطة كده لمدة 5 دقايق، بدأت ان انا انزل بالتوابل اللي هي توابل لحمة وفلفل اسود وملح. نزلت مع اللحمة بتاعة الرومي بصلتين مبشورين، واللحمة بتاعة المكرونة حوالي 3 بصلات مبشورين، وبديها كمان تشويحة كده مع اللحمة. ده الملح. ضفت مع اللحمة بتاعة المكرونة نص كوباية من عصير الطماطم، وهنا للحمة بتاعة الحشو ضفت عليها حوالي 4 كوبايات من الرز العادي المغسول ومتصفي، وشوحتهم تشويحة مع اللحمة، وبعدين نزلت بنص كوباية من المية وشوية بابريكا، وسبتهم على النار يستووا تلت سوا. بعد الرز ما استوى تلت سوا هبدأ ان انا احشي الرومي. بحشي بطن ديك الرومي كده، طبعا مش بملاه للاخر لان كده كده الرز بيزيد. وكمان هحشي المنطقة بتاعه الرقبة، المنطقة دي بتكون نازلة لتحت شوية كده، فلما بتحشيها الرز بتعلى بعد السوا وبتدي منظر حلو للديك الرومي. هحشي الحمام برضو بنفس الحشو، الحشو اللي انا عملتها باللحمة المفرومة بالرز بحشي بيها الحمام وبحشي بيها الرومي، وطبعا لو في بط هي برضو بتبقى نفس الحشو. عملت عملية جراحية بسيطة كده للرومي بالإبرة وبالخيط، وربطت الرجول وكمان خيطت المنطقة بتاعة الرقبة من قدام. أما الحمام فأسهل وأنجز طريقة يعني بتنجز في الموضوع هي خلية الأسنان. بعمله بكتفه وبعمله بنفس الشكل ده كده. طريقة التسوية هي نفس الرومي هي نفس الحمام، طماطم مع بصل مع فلفل اسود وورق لورا بتشويحه بسيطه، وبنزل عليهم بالميه المناسبه طبعا حسب الكميه اللي انا هعملها. واول ما يبداوا في الغليان بنزل بالحمام وبالرومي، لكن طبعا عشان الكميه كانت كبيره فعملت الحمام لوحده والرومي لوحده. دي صلصه على زيت هتهم بيها الرومي عشان احمره في الفرن زي ما انتم شايفين كده. اما الحمام حمرته في الطاسه
التقليدية اللي لازم تكون موجودة في كل البيوت. نيجي بقى للكفتة. لكل كيلو كفتة يا جماعة أو كل كيلو لحمة مفرومة للكفتة بصلاية كبيرة مبشورة ومتصفية، فلفل أسود، نص معلقة صغيرة فلفل أسود، نص معلقة صغيرة من توابل اللحمة، نص معلقة صغيرة من البابريكا والملح، معلقتين من الدقيق ومعلقتين من النشا ومعلقة من البيكنج باودر، وكمان حزمة صغيرة كده من البقدونس أو الكزبرة. باخد الورق بس أقطعه قطع صغيرة وأبدأ إن أنا أعجن الكفتة كويس قوي. أساسي يا جماعة لازم تتعجن كويس جدا. بعد ما عجنتها كويس تشد كده تلاقيها بتطلع زي فتل كده كده اتعجنت كويس. دي الميه اللي انا صفيتها من البصل على معلقتين زيت، وكمان بدهن الصينيه زيت لان للاسف كميه الدهون في اللحمه بتاعه الكفته دي كانت قليله قوي، بالرغم ان المفروض كل كيلو من اللحمه بتاع الكفته المفروض يكون عليه 25 او 30% من الدهون، لكن ما كانت الكميه هنا الدهون كانت قليله. فبدات كده ادهن الصينيه زيت، وكمان ادهن ايديا من المية بتاعة البصل مع الزيت، وأصبع بيها الكفتة بالشكل ده كده على عيدان شيش طاووق. باخد 3 عيدان وبصبع عليه كده. مستحيل يا جماعة الكفتة تكش منك زي ما هتشوفوا في نهاية الفيديو أو زي ما شفتوا في بداية الفيديو، تلاقي صباع الكفتة زي ما هو. هنا دخلتها الفرن. وكمان تركة حلوة قوي للكفتة يا جماعة، بعد ما تبدأ ان هي تاخد نص سوا كده بدهنها صلصة على زيت او ممكن بابريكا على زيت، بتديها لون تحفة. هنا بقى المكرونه البشاميل ال 2 لتر من الحليب عليهم حوالي لتر ونص كده من الميه بتاعه سليق المكرونه، وبنزل عليهم ب8 معالق من الدقيق وبقلب كويس قوي على البارد. بنزل بمعلقتين زبده ومعلقتين زيت ونص معلقه صغيره من كبيره، قصدي نص معلقه كبيره من الفلفل الابيض وتوابل مشكله والملح طبعا لان انا عامله كميه كبيره. جبت الصينية، نزلت شوية بشاميل، طبقة من المكرونة، طبقة من اللحمة اللي احنا عصجناها مع بعض. طبعا بسيب اللحمة تتعصج على النار لحد ما تستوي تماما وتنشف من اي سوائل موجودة فيها. بعد ما فردت كده طبقة من اللحمة هنزل كمان بطبقة من المكرونة، طبعا انا سلقاها اللي اخدت المية بتاعتها مع البشاميل، وهنزل بطبقة كمان من البشاميل اللي فوق. انا بحب على فكرة يعني كمية البشاميل كتير، حتى لو بعملها لنفسي او بعملها لحد باحب أعمل كمية محترمة يعني من البشاميل. طبقة من الجبنة الموتزاريلا وده اختياري، لو ما عندكوش جبنة موتزاريلا ممكن بيضة بسنة فلفل اسود ومعلقة زيت وبتبدأوا تدهنوها كده او تضيفوها على المكرونة من فوق، وكمان زينتها بفلفل الوان. دول صينيتين، الصينية الكبيرة لمامة العريس والصينية الصغيرة للعروسة ياكلوها بألف هنا، وبدخلها الفرن. انا على فكرة بتابع معاكم بالترتيب، كل حاجة بالترتيب بحيث ان انتوا ما تتوهوش مني. لكن طبعا انا في الحقيقة مثلا بحط الرومي والحمام وببدأ أشكل الكفتة أو أدخلها التلاجة، مثلا أعمل البشاميل وهكذا. لكن بتابع معاكم بالترتيب بحيث إن انتوا إيه لو حد عايز يعني يعمل فكرة أو ينفذها تكون سهل عليكم. هنا بقى هعمل الرز البسمتي، ودي كانت آخر حاجة أنا عملتها. معلقتين زبدة، معلقتين زيت، بصلة كبيرة مبشورة ناعم، جزراية كبيرة مبشورة ناعم. بعد ما شوحت البصل نزلت بالجزراية. بحب أنعم كل حاجة علشان مش عايزاها تظهر في الرز خالص. نزلت بقى بالتوابل بتاعة الرز البسمتي، وهي نص معلقة من صفار الزعفران، نص معلقة من الكركم وفلفل الأسود وتوابل لحمة. نزلت بالشوربة أو بالمرقة اللي هي بتاعة الرومي، أخدت من بتاعة الرومي مش بعاير المية لأن أنا عارفة الرز البسمتي بياخد ميه قد ايه. الرز البسمتي انا نقعته في ميه مغليه 10 دقايق، والميه بتكون فوق مستوى الرز بالظبط او الشوربه. طبعا هو بيتعمل بشوربه، لو ما عندكيش شوربه ممكن ميه مغليه مع مكعب مرقه، لان كده كده عندنا الشوربه بتاعه الحمام وبتاعه الرومي فانا استخدمتها. اول الرز لما بيبدا في الغليان ههدي النار خالص عليه واسيبه يستوي على نار هاديه. زي ما انتوا شايفين كده لونه تحفه، كان مفلفل وطعمه قمر. آخر حاجة بقى، وكان ده اقتراح أو كان رأي مامة العروسة، إن إحنا نعمل زي نظام الوليمة كده. صينية كبيرة فردنا فيها نص كمية الرز، حطينا فيها الديك الرومي ورصينا الحمام، طبعا للعروسة 6 حمامات والأم العريس 6 حمامات. الكفتة برضو كانوا 2 كيلو لحمة مفرومة قسمناهم بالنص على العروسة وأم العريس بالشكل ده كده. وده كان رأي أم العروسة وكان رأي موفق بصراحة. دي بقى المكرونة كانت برضو جاهزة وتمام.
وبكده ده كان الفاينل النهائي. شوّحنا برضه، كنا نسينا للأسف نجيبه مكسرات للصينية، فكان عندنا سوداني فجبناه كده، حمّصناه في معلقة سمنة فلاحي ورشّيناه على وش الصينية، وده كان عشا أم العروسة وكمان أم العريس. نفس الصينية دي هي نفس الصينية دي، وطبعًا مع المكرونة بالبشاميل، وبنجيب فاكهة وحاجات تانية كتيرة. بصراحة الله يكون في عون أم العروسة في حكاية العشا دي. بس أهم حاجة الهنا طبعًا، ربنا يهنّي كل البنات ويسعدهم. وكده الحلقة بتاعتنا انتهت، أتمنى السعادة والتوفيق لكل الناس، والسلام عليكم.